ازيكم يا شباب، ايه الاخبار؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنتكلم على الايجنتك انجينيرينج. طيب، مش الفكره اللي احنا نعمل ايجنت، الفكره اللي احنا ازاي نستخدم الايجنت كديفلوبر. ايه الفرق ما بين ده وما بين فكره الفايب كودينج؟ الفايب كودينج بكل بساطه انك دايما بتروح تحط الفكره كلها للموديل، ايا كان بقى الموديل، حتى لو اذكى موديل في العالم، وهو هيبدأ إن هو يفهم الفكرة ويقفش كده حتة هو متمكن منها جدا، ويبدأ إن هو إيه، يرص لك الكود والفايلات بتاعتك ويشغلها لك كمان، وبالنسبة لك الموضوع هيكون شكله جميل جدا و kind of working. وهنستغل كلمة kind of working دي بشكل كبير جدا في الكورس ده. ليه أنا بقول kind of working؟ لأن هو دايما الايجنت أو دايما الموديل ما بيهتمش بثلاث حاجات: security، performance، وscalability. هو ممكن يكون معدّي الفلانكات في الperformance benchmark، وبالنسبة للscalability حاجة آخر حاجة، تمام. وبالنسبة للsecurity هو أصلًا model مُصمم عشان يبقى security 100%. الفكرة كلّها في طريقة الشغل بتاعة الmodel. ليه بقى؟ لإنّك دلوقتي لمّا بتحط معاه system prompt زائد الprompt اللي أنت بتدّيها له أو الفكرة، والtools اللي هو المفروض يستخدمها علشان يعمل الفكرة اللي هو فاهمها خلاص، كل ده بيقسّم الفكرة بتاعته، فبتخلّيه مش مهتم بجوانب كتير جدًا، هو مهتم إن هو يطلّع الكود شغال زي ما أنت عاوزه، لإن هو بيلعب أكتر على الintent بتاعتك، اللي هو النية بتاعتك، مش بيلعب على إن هو يفكّر معاك، وإن هو يexecute، وإن هو مثلًا يشوف هل فعلًا الكود ده تمام والّا أي كلام. في الأول خالص إحنا كنا بنشتغل إزاي كdeveloper؟ كنا بنشتغل على أساس إن إحنا بنروح، لو حاجة وقفت معانا هنروح على stack overflow ونcopy paste الحل على طول. وإحنا كنا بنسميهم الcopy pasters، اللي هو خلاص أنت لقيت الحل قدام منك فيلا يا باشا حط الكود اللي أنت عاوزه، واقعد بقى أحل في مشاكل من هنا للصبح. ده حصل أول ما الchat bot ظهر تاني. الموضوع بقى إنك بدل ما تروح لstack overflow أنت بقيت بتروح لchat bot، أيًا كان بقى ChatGPT، Gemini، أو كان اسمه Bard في الأول، أو Copilot بتاع مايكروسوفت. الدنيا كلها كانت خربانة، فكان بيدّي لك إيه، كان بيدّي لك الكود شغال وشكله حلو 100% تمام، بس هل كان بيناسب الpattern اللي أنت كنت شغال بيه؟ ما أعتقدش. هل بيراعي الboundaries أو الrules اللي أنت حاططها في الapplication بتاعك؟ لأ برضه. هل هو بيراعي الفكرة اللي إحنا كنا اتكلمنا عليها إن هي الsecurity؟ إحنا شُفنا كوارث قبل كده إن هو كان بيحُط API key في الكود اللي ظاهر للناس، وإن هو كان بيخلّي الclients تقدر إن هي تعمل abusing لservice مثلًا بشكل كبير جدًا، وكان بيوقّع مواقع والدنيا كانت بايظة خالص. أي نعم الدنيا اتحدّثت دلوقتي، ولكن أنا كنت باحكي لك دلوقتي على اللي كان بيحصل قبل كده، وstill الطريقة دي valid، ولكن لمّا أنت تكون مراجع كويس أوي على الكود، وإن أنت تكون مفهّمه أصلًا من أول project. يعني أنا دلوقتي عملت project ورفعت له الpattern والdatabase structure وكل حاجة، شغلانة كده كتيرة كده ممكن تعملها عشان تخلّي الchat bot زي مثلًا ChatGPT أو Gemini يبقى فاهم الدنيا اللي أنت بتشتغل فيها إيه، عاملة إزاي. بس وهنشوفها برضه، يعني الأحسن أنت دلوقتي تستخدم الtools زي مثلًا كيدو كود، زي مثلًا GitHub Copilot، زي Cursor، زي include code، أيًا كان الحاجة اللي أنت هتستخدمها، بس المهم إنك تكون مستخدم حاجة جوّه الproject بتاعك عشان تبقى context aware. طيب خلّينا كده ناخد مثال على اللي إحنا كنا بنقوله. تخيل كده إن أنت عندك Laravel project، والLaravel project ده فيه task model، وأنت عاوز تخلّي الtask ده يكون ليه task status history مثلًا. تعالَ ننفذ المثال ده. أنت أول حاجة بتفكّر فيها هو إزاي إن إحنا نعمل adding الfeature دي للproject بتاعنا. طيب أول حاجة هو الtask هو ليه status، فالstatus دي كل ما تchange لازم نstore الchanges بتاعتها، وممكن إن إحنا نعمل table للhistory بتاع الchanges دي عشان نقدر إن إحنا نtrack مين اللي change واتشنجت بناءً على إيه، تمام؟
ما فيش حاجة لسه اتكتبت، لسه ما قررناش إحنا هنروح نعمل إيه، هنعملها event based والّا هنعملها عن طريق مثلًا service function والّا هنعملها إزاي، إحنا ما قررناش أي حاجة، إحنا لسه عندنا الفكرة بس مش أكتر من كده. بعد كده بنروح على طول بنask ChatGPT add task status history to my Laravel project. طيب تعالَ ناخد كده الprompt دي، في ساعات إحنا بنخلّيها أحسن أو بنفتكر إن دي أحسن act as a senior Laravel developer and follow best practice. أنت شايف إن الموضوع ده حاجة قوية 100% إن أنت بتقول له إن أنت senior Laravel developer وهتتّبع الbest practice. تعالَ نشوف الطريقتين هيمشوا إزاي. أنا هنا كمان على أحدث موديل اللي هو هيكون ChatGPT 5.2. مش لازم أنت تكون أصلًا مشترك، أنا كده عامله أصلًا temporary chat عشان ما ياخدش حاجة من الmemory اللي أنا كنت عاملها له قبل كده. زي ما أنا توقعت جدًا، هيبدأ اللي هو يعمل لك إيه الbest practice إن أنت هتروح تعمل migration file هيكون task status histories. بعد كده هيقول لك إن أنت عندك الtask ID والold status والnew status واللي changed by واللي changed at زي ما أنا قُلت لك بالضبط. أنت عاوز تعرف هو مين اللي عدّل الstatus والstatus القديمة وكمان اتعدلت إمتى. طيب حلو أوي. عمل لك model والمفروض إن ده best practice خلّي بالك. قال لك هنا الtitle والstatus وهنا الtask history status. طيب أولًا فكرة إن هو يدّي لك الtask.php model دي حاجة غلط تمامًا، وهنشوف الغلطات التانية في المستقبل برضه. هو هنا ادّاه لك عشان أنت تحط بس الrelationship بتاعته، إن أنا ده اللي أنا فهمته يعني من الفكرة بتاعته. status history.php هنا fillable task ID old مش عارف إيه. قال لك هنا الuser belong to عشان يحط اللي changed by وهنا task belongs to task تمام. هنا بيقول لك automatically logs status changed important هيعمل إيه option A service method recommended. طيب هو بيrecommend me الservice method بكل بساطة أنا هنا طالما أنا شُفت recommended وأعتقد ده اللي أكتر الناس بتعمله، إن هو copy paste تلاقي كود شغال وخلاص الدنيا عاوزة تخلص معايا، هو بيcreate record جوّه الupdate status جوّه الtask service وهنا بيقول لي update new status أو هنا قال لك الmodel observable. يعني أنا شايف إن ده منطقي أكتر إن إحنا نعمل observe بس برضه still app service provider. طيب هو هنا بيستخدم أنهي version أصلًا من Laravel لإن ممكن يكون أنت عندك version مثلًا 12 هل ده still valid معاه والّا لأ؟ fetch status history ده في الAPI أو الUI الكلام ده اللي يستخدم Blade أنا كده أصلًا الproject بتاعي ما فيهوش Blade extra enhancement optional but powerful enough for status. الكلام ده جميل جدًا، ولكن خلّينا نسأله كده سؤال بسيط is this still valid for Laravel 12 مثلًا؟ إحنا غلطنا غلطة برضه نخلّيها إن هو يبحث عشان ممكن هو الapp helper لسه still valid؟ أيوه بُص بقى هنا alternative or Moncomb pattern you can also inject in directly via constructor in controller ده اللي أنا باتكلم فيه، إن هو أنا ليه لازم أستخدم الservice بالطريقة دي؟ ما أنا ممكن أعمل لها inject جوه الcontroller. تاني حاجة ده أصلًا anti pattern تمام، حتى لو أنا قُلت له إن ده anti pattern وقُلت له إن ده ممكن نستخدم using a model observer for business logic like this is considered an anti pattern and Laravel actions are a much better choice in Laravel 10 Laravel 12 تمام. فتخيل معايا الحاجات اللي أنت ممكن تعملها صح في الapplication بتاعك وتبان إن هي صح، ولكن هي أصلًا في الأصل غلط جدًا. ليه بقى؟ ما اشتغلش كsenior Laravel developer هو
كل الحكاية إن هو فهم الفكرة بس وقال لك والله أنا هاعملها بالطريقة اللي أنا عاوزها، وقال لك إيه كمان عشان هو يريّح دماغه من الأسئلة بتاعتك الكتيرة دي، فهو هيدّي لك كذا option بس الكذا option دول برضه على الpatterns القديمة، وهو ما عملش حسابه إن مثلًا اللي بيفكّر معاه ده هو واحد يكون مثلًا senior Laravel فعلًا developer وبيقول لك إن هو في عندك Laravel actions وإن الservice أو الobserver مش المفروض إن هُم يتعاملوا على حاجة زي كده، ممكن تعمل عندك actions ممكن تعمل event مش المفروض إن أنت أصلًا تعمل حاجة زي كده برضه، ممكن تروح تعمل event فالموضوع ده كله فاشل بكل المقاييس. أنا مش باقول لك برضه إن أنت ما تستخدمش حاجة زي كده، أنا بس باوضّح لك إيه الفرق ما بين إنك تروح تستخدم الmodel في إن هو lead لproject architecture بتاعك، وإنك أنت تكون الarchitecture هو الcode looks professional دي حاجة مهمة جدًا، بس لمّا أنت تعمل له paste للproject بتاعك زي ما أنت شُفت كده إن أصلًا ولا الpattern زي اللي إحنا متّبعينه ولا حتى شاف الboundaries بتاعتنا ولا حتى الarchitecture صح. ده غير بقى اللي هو في scenarios أصلًا هو مش بيفكّر فيها، زي مثلًا الlayers اللي هو اتكلّم فيها دي مش صح، الperformance ما أعتقدش إن هي الموضوع ده فيه performance أوي، يعني هي بس مجرّد query إحنا ممكن نعمل لها sub query وخلاص على كده. ممكن الevent يfire في wrong time. طَب افرض في 2 user على نفس الtask حَب اللي هو يغيّر الstatus بتاعتها، فأنا مثلًا كuser A غيّرت الstatus بتاعة الtask ل in progress واحد تاني غيّرها inactive في نفس الوقت، مين المفروض إن هو الevent بتاعه هو اللي يfire فأنت لازم تحطّه على queue وتلغي آخر واحد، هل هو عمل كده؟ مستحيل تمام، طيب هل برضه الvibe coder هيقدر اللي هو يفهم من حاجة زي كده؟ لأ برضه مستحيل، ليه؟ لإن هو كل الفكرة عنده إن أنا عندي project عاوز أنفّذه مهمًا كان الطريقة اللي هو هيتنفّذ بيها. طيب إيه هي بقى الطريقة الصح إن إحنا نشتغل بيها؟ أولًا إحنا بس بنحس إن إحنا more productive لمّا نروح نعمل الطريقة اللي إحنا عملناها دي من شوية. تمام، ليه؟ لإن هو fast feedback أنت مش هتروح تدوّر تقول له والله مثلًا إيه Laravel عاوز أروح لLaravel docs وأروح هنا أقول له إيه، تخيل معايا إن أنت لسه بتدوّر على الevent إزاي يشتغل وإيه هو الفرق ما بين الevent لوحده والevent listener، يعني الموضوع ليلة حضرتك كبيرة أوي، وإنك كمان تدوّر على الversion اللي أنت عاوزه، أنت ممكن تكون مستخدم version أقل، أو لو ما لقيتش الإجابة بتاعتك جوّه الdocumentation فأنت هنا هتروح على جوجل وتبدأ بقى إن أنت إيه، تدوّر على إيه المفروض أنت تعمله هنا، وتشوف الناس اللي قبليك سألوا السؤال ده عملوا إيه فيه، ففعلًا لو أنت قُلت الproductivity فأنت هنا هتاخد fast feedback ومش محتاج setup كتير، مش محتاج إن أنت تplan أو overhead، مش محتاج إن أنت تراجع الكود look screen وkind of working هو فعلًا هو working بس مش working معاك أنت، يعني أنت ممكن تكون مستخدم pattern تانية وحاجة تانية، حتى لو أنت قُلت له الجملة دي act as senior Laravel developer follow best practice do not break existing structure أو architecture هو أصلًا مش شايف الarchitecture بتاعك فهو هيبريكه إزاي؟ فالموضوع لازم يمشي بإنك مثلًا ممكن تقول له اسألني بقى عن الarchitecture اللي أنا شغال بيه، فأنت بتشتغل أصلًا most of time أنت بتقعد تكتب حاجات كتير أوي علشان يقدر إن هو يفهمك، غير الفكرة اللي إحنا عارفينها إن إحنا نعمل project ونرفع له الdocuments مثلًا documentation خاص بالarchitecture بتاعنا عشان هو يتبعه واحدة واحدة. ده اللي بيحصل لمّا إحنا بنعمل planning بقى عن طريق الagentic engineering. إحنا بنقول له ماشي إحنا عاوزين نcreate task status changed event نعمل dispatch للstatus change نحفظه جوّه listener ما نخلّيش الكلام ده يحصل عن طريق controller عاوزين الcontroller بتاعنا يكون clean برضه الكلام ده لغاية دلوقتي من غير AI من غير كود، نبدأ بقى إن إحنا نassign الكلام ده الAI نختار الmood اللي إحنا عاوزينه مثلًا الcode mode عشان نعمل implement للevent الcode mode عشان إحنا نعمل implement للlistener أو
الdebug mode عشان نعمل verify للbehavior بتاعنا، وهو يبدأ اللي هو يعمل feature test مثلًا، ويروح يعمل testing اللي إحنا عملناه ده من event listener. فمعنى كده في الآخر خالص إن الAI بقى هو إيه، بقى هو executor not decider. أمّا الvibe coding فهو بالتالي هو أنت بتدّي له الفكرة وهو بيdecide بقى مع نَفْسه أنت تشتغل بأنهي stack وطبعًا الstack المفضل بالنسبة للAI عامةً هو هيكون يا إمّا Python يا إمّا Next.js. يعني ما أعتقدش إن أنت هتكون محتاجه، يا إمّا هو يكون Python أو Next.js، يعني أنت ممكن تكون محتاج Java مثلًا. برضه في نفس الوقت لمّا يبقى عندك أنت الplan، أنت تقدر إن أنت تstop الAI لمّا يبقى عنده أي مشكلة، بتبدأ إن أنت بقى تراجع وراه زي مثلًا إيه file locations، الnaming، الboundaries، الحاجات اللي أنت شُفتها ولقيت إن هي ممكن تكون فيها side effect في المستقبل. فبما إنك عندك knowledge كبيرة عن الموضوع ده، فتقدر إن أنت تراجع وراه بس. فدي الفكرة برضه بتاعة الreview، وده manual review ده مهم جدًا إنك تكون عامله، أو إنك تكون مجهّز script walk through لكل feature أنت بتعملها، والwalk through ده أنت تكون أنت اللي كاتبه، أو مثلًا كاتب الheadlines مع شوية تفاصيل، وهو الAI يعمل لك ليه refine، وأنت تكون قريت الrefine ده كويس جدًا عشان تقدر إن أنت تدّيه للAI عشان الwalk through ده يتم ويبقى الدنيا بتاعتك شغالة 100% صح. عندك بقى الcore difference ما بين الold workflow والagentic workflow. في الأول خالص أنت كنت بتدّي له prompt وهو بيطلّع لك answer، copy وpaste الموضوع، وبعد كده تبدأ إن أنت تعمل fixing. الagentic workflow هو بالتالي هيبقى مجرد design وتبلان، بعد كده تassign، بعد كده تexecute، بعد كده تreview. وفي الcourse ده already إحنا هنعمل project، الproject ده هيكون 100% معمول عن طريق الagentic engineering مش الvibe coding، وهتلاقي إن هو بيشتغل أحسن بكتير من الvibe coding، وعلى شرط كمان إن هو يكون على أحدث الإصدارات الموجودة لLaravel وVue 3 وEnergy 2. والسلام.